أنا طبعًا لمّا حد ييجي لي بمشكلة لازم يكون عندي حل جاهز، ولمّا حد يسألني سؤال لازم أكون عندي إجابات حاضرة. لأ، ده مش لازم. تعالَ لي كده مدير لمّا نعمل mindset shift. ده مفهوم غلط. المفهوم الصح إنك لازم تتعلم وتتدرب إنك تسأل السؤال الصح، مش تجاوب الأجوبة الجاهزة. وقتها أنت هتكون بتشغّل عقول الteam بتاعك، وبتعوّدهم إن هم ييجوا لك بالمشكلة ومعاها شوية اقتراحات كده عشان هم شغّلوا دماغهم شوية، زي ما ستيف جوبز كان دايماً معوّد الفريق بتاعه إن هو يسألهم سؤال what if، ويخلّي بقى الفريق يبحث ويدوّر ويطوّر نَفْسه وييجي له باقتراحات وبحلول. فخطوة عملية تقدر تعملها من النهاردة، بدل ما أنت شاغل نَفْسك بالإجابات، جهّز الأسئلة الصح اللي تقدر تشغّل بيها أدمغة الناس. طَب أنت شايف إيه؟ ولو مكاني كنت هتحلّها إزاي؟ طَب إيه الاقتراحات اللي قُدّامنا؟ أنت كده هتكون بتعلّي وبتمكّن الفريق بتاعك، وفي نفس الوقت بتفضّي دماغك شوية من الheadache والعبء النفسي اللي عليها.